هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تخلي الارجنتين يكسب كاس العالم. اجماع بقى هنا لكل الاهلاويه وحبايب البلاس 90، لو كان منتخب بلدك بيلعب ضد الارجنتين فبلاش تحتفل ارجوك بدري. الحكم لو ما صفرش فارجوك بلاش تحتفل بدري حتى لو كنت كسبان 2-0. ماتشات الارجنتين كلها في البطوله دي بتبدا بعد الدقيقه 80. تعالى كده معايا نجيب الارجنتين من اول الادوار الاقصائيه. مباراه كاب فيردي الماتش ده راح لادوار اضافيه بعد ما كانوا متعادلين 1-1، والارجنتين قدرت تسجل جول في الدقيقه 92، ولكن كاب فيردي قدر يرجع تاني للمباراه، ولكن الارجنتين في الدقيقه 111 بتسجل هدف الفوز والتأهل لدور ال 16. اما قدام مصر منتخب الارجنتين خسران قدام مصر 2-0 لحد اخر قبل 10 دقائق من نهايه المباراه، لكن للاسف بنشوف ريمونتادا وسجلوا الهدف الاول وكمان الثاني والثالث من غير ما نروح حتى اشواط اضافيه، كل ده في 10 دقائق بس. نو فير ريفري نو فير. تعالى بقى نعدي الدور الثمانيه ماتش سويسرا اللي كانوا متعادلين فيه 1-1. صحيح منتخب الارجنتين في الماتش ده قدر ان هو يبادر بالتهديف وسجل جون في اول 10 دقائق، لكن منتخب سويسرا قدر يرجع بالمباراه ويعدل النتيجه في الدقيقه 70 ل1-1، وراحوا يلعبوا الاشواط اضافيه لحد ما جت الدقيقه 112 والارجنتين سجلت الثاني، وبعدها الارجنتين في الدقيقه 121 سجلت الثالث وقفلت الجيم. لكن سيناريو الارجنتين ومنتخب مصر حصل بالظبط مع الارجنتين وانجلترا في نص النهائي. انجلترا كسبانه لحد الدقيقه 85 1-0، لكن الولا ميسي مع كمان تراجع انجلترا قدر يعمل 2 اسيست علشان يحول النتيجه من 1-0 لانجلترا لتاهل تاريخي 2-1 للارجنتين. يعني اللي عايز اقوله لكم ان الارجنتين لعبت لحد دلوقتي 4 مباريات اقصائيه، كانت في كل مباراه بتقول لجمهورها استنوا شويه الجول جاي والمكسب كمان جاي، احنا بس لسه ما بدأناش، احنا ميعادنا بيجي بعد الدقيقه 80. ماشيين كده بمقوله ان تاتي متاخرا افضل لك من ان لا تاتي. فانتوا بقى قولوا لي في الكومنت ايه رايكم في الموضوع ده، وهل تتوقعوا فوز الارجنتين ولا اسبانيا هتكسب المره دي؟ وما تنساش تدعمني بلايك وفولو. بس كده ودي